لكن الأحزاب في بعض الأحيان تكون خراب. زين، هل هناك تأثيرات سلبية من الأحزاب السياسية على النظام الوظيفي؟ نعم، تأسست الأحزاب السياسية بعد سقوط نظام صدام حسين، وهي نظام يعني ديمقراطي. تعرف أنت أستاذ علي وسيد العارفين أن الأنظمة الديمقراطية تريد أحزاب، لكن الأحزاب في بعض الأحيان تكون خراب أكثر ما هي إصلاح. شلون؟ يعني الأحزاب تكون خراب أكثر من ما هي تكون يعني مصلحة. كيف؟ شلون؟ القرآن عبر عن ذلك واختصر لنا الموضوع، يقول وكل حزب بما لديهم فرحون. فهم يريدون أن يعني يجروا النار حول قرصه، ولا يجرون حول النار حول قرص الشعب. لذلك تدخلوا وعملوا في النظام الوظيفي بعمل سلبي. القانون تأسس القانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 هو قنن العملية الحزبية، لكن لم يقول لهم من أين لكم هذا، وهذا سبب الخراب. لذلك دخلوا في الدرجات الوظيفية، في الدرجات الخاصة، وقمة الخراب الذي انتهجه الأحزاب بدلوا الكفاءة بالمحاصصة. يعني سؤال، إذا إجا واحد عنده شهادة دكتوراه وجا شخص ثاني لا يملك شهادة مثل شهادة الدكتوراه ولا يملك خبرة وظيفية، أبو شهادة الدكتوراه يستبعد وهذا الشخص اللي عنده محاصصة يقرب، وهكذا الدرجات الوظيفية. لذلك دخولهم في دخول داخل النظام الوظيفي دخولهم خراب كما قلت، وتأثيرات سلبية. وأنا أطروحتي في الدكتوراه كانت هذه المعالجات، التأثيرات الأحزاب السياسية على النظام الوظيفي، وعالجتها ببعض الطرق. قلت يجب أن يكون النظام الوظيفي بعيد عن الأحزاب. كيف ذلك؟ لأن الأحزاب تنتهج المصلحة الخاصة، أما النظام الوظيفي ينتهج المصلحة العامة. نعم. النظام الوظيفي يريد أن يحقق المنفعة للأفراد للمواطنين، الأحزاب فقط يريد أن يحقق المنفعة للحزبيين داخل الحزب، وهذا نظام خراب بصراحة.